يا شباب عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. اهم حاجه في مارفل ميستيك ميهم هي ان انت تعرف انهي شخصيه تبدا فيها، لان اللعبه دي صعبه جدا ان انت تعمل لها ريرول. الموضوع سخيف. يعني اولا انت بتاخد حوالي 20 دقيقه عشان اصلا توصل ان انت تسحب الشخصيات، يعني فالموضوع مش هيبقى سهل قوي ان انت تعمل ريرول. انت محتاج توصل لحد تقريبا شابتر 9 في اول ميشن خالص عشان تعرف اصلا تعمل ريرول او تبدا السحبات اللي انت هتديك بقى الهيروز دول. لو معرفتش توصل منين هنا على السحبات، عشان هي مش بتبقى باينه في الاول، بيبقى فيها هنا علامه بس يعني بتتفتح مع الوقت. هتلاقي هنا تيجي على الشمال، تجيب دي كده شمال كده، هتلاقي في حاجه اسمها باث تو ليجندز. هي دي باث تو ليجندز، دي هي دي السحبات. عندك هنا طبعا الريت اب بانر اللي هو الفيتشر بانر. هنا ايرون مان، طبعا ايرون مان هنا برضو شخصيه كويسه جدا. وعندك هنا الستاندر بانر. طبعا عشان تبدا باحسن شخصيه هنا انت محتاج تيجي على الستاندر بانر، يعني لان هو ده اللي عليه الشخصيات اللي احنا عايزينها. عندك سكارلت ويتش، سبايدر مان، وجاجرنوت، وايما فروست، دكتور سترينج، وثور. طبعا اهم واحد في السته دول هو دكتور سترينج. عندك هنا من اهم الحاجات عن دكتور سترينج هي الهيل بتاعته. الهيل بتاعته دي اولا لكل اللي موجودين معاك، يعني بتعمل هيلينج لكل الايز الموجودين على الخريطه. وعندك الدي باف بتاعته، بتختار واحد من واحد لثلاثه سكيلز وبعدين تقدر ان انت تستخدمها. واخر حاجه السبيشال دامج بتاعته، بتعمل دامج كبير جدا وبتعمل ستان العدو اللي قدامك. الستان عامه في اللعبه برضو يعني الى حد ما مفيد، عشان يعني بتخليهم ان هم ايه، يمسوا الادوار بتاعتهم، او بدل ما هو مثلا يضربك تكون انت ضربته قبل ما يضربك. فالستان عموما هنا لطيف. فخلينا نبدا يعني العمله دي اللي معانا. خلينا نبدا نحاول يطلع لنا دكتور سترينج هنا، ولو ما طلعلكش عادي. يعني انا عن نفسي انا مش هحاول ان انا اعمل ريرول، لان الموضوع مش سهل زي ما انتم متخيلين. ماشي. ويفر دريم اللي هي الحاجه زي الايكويبمنتس كده. ماشي. سليب ووكر. سليب ووكر على فكره شخصيه جامده جدا. ماشي اوكي. خلينا نسحب كمان 5 سحبات ونشوف حظنا ايه هنا. اوكي. مان ثينج. اخر 5 سحبات. دوبل جانجر برضو شخصيه جامده. انا هتكلم عامه عن ايه الشخصيات الحلوه اللي تبقى معاك في اول الجيم، بس يعني نخلص بس السحبه اللي احنا فيها دي. طيب احنا عندنا اول حاجه هنا، عندك الاكسشينج 3 ستار هيرو. دي بيقول لك ان انت بعد لما تعمل 80 كول بتقدر ان انت تكليم هيرو من اللي موجودين. ده غير السحبات، يعني انت كده كده عندك هنا في يعني حاجه زي 50 50 كده، بس غير ال 50 50 اللي موجوده هنا عن تقريبا 80 او 90، برضه هتاكد من الرقم. فانت عندك هنا ده سيلكتور. السيلكتور ده بتوصل له ايه لما تعمل 80 سحبه. وطبعا كالعاده العمله اللي معاك ما تسحبش على الستاندرد بانر بيها، حاول انت تسحب دايما على اللي هو البانر الثاني. خلينا نشوف احنا معانا دلوقتي الحاجه هنا برضه خدت بالي ان هي الى حد ما مش غاليه سيكا، يعني بالنسبه لكل الحاجات اللي احنا بنشوفها. يعني خلينا نشوف احنا ممكن نعمل كام واحد. كل دول بيساووا مفتاحين بس، فيعني يعتبر كل دول ولا حاجه. يعني خلينا نتكلم دلوقتي على ايه الشخصيات الكويسه او الحلوه اللي انت تركز عليها. اولا انت عندك هنا في البدايه معظم الشخصيات دي هتبقى معاك. دوبل جانجر كويس جدا، من الشخصيات برضو الحلوه. عندك برضو هالك، شخصيه جامده جدا كديفندر. اللعبه هتلاقي ان هي معلقه سيكا، بس يعني ده معظم الالعاب بقت بتنزل كده. يعني هالك عباره عن ديفندر. ديفندر يعني ايه؟ يعني تانك. يعني هتحطه كده في المقدمه عشان ياخد الدمج من على باقي اليونتس اللي معاك. يعتبر لو انت معكش 5 ستار لسه، دبل جانجر من احسن الاتاكرز الموجودين حاليا، او يعني اللي لسه مجربهم. وسليب ووكر شخصيه برضو كويسه جدا. هو بيعمل هيل، يعني هو عنده ابيليتي كده بيعمل بيها هيل. الهيل بتاعها مش احسن حاجه، بس يعني هو بيعمل منطقه يعني المنطقه اللي هو بيحط فيها الابيليتي بتاعته بتعمل هيل لاي الاي موجود او اي يعني شخصيه موجوده، فدي حاجه حلوه. والالتيميت بتاعته بتعمل دامج خرافي، يعني محترم جدا. ليدي بول اي دي انا ما انصحش بيها، حاسس ان هي شخصيه تعبانه جدا. وسايكلوك يعني شغاله. من ضمن بقى الشخصيات اللي فعلا فشيخه وانت هيعتبر هتجيلك ببلاش، هي مون جيرل اند ديفل داينو.
الشخصيه دي يا جدعان رهيبه بجد، هي انت هتاخدها ببلاش بس بجد شخصيه قويه وهتفضل يعني اصلا مكمله معاك، وبتجيلك بس بعد تاني يوم. يعني انت بمجرد ان انت تفتح تاني يوم هتجيلك الشخصيه دي. عندك برضو 7 ديلي ميشنز، كل لما تعمل الميشنز دي كل لما في الاخر هيجيلك شخصيه. والشخصيه اللي عندنا في ال7 داي ميشنز هنا هي ستورم، برضو من الشخصيات القويه جدا هي ستورم شخصيه سترايكر من الاخر، يعني ان هي بتضرب من بعيد، بس اللي الدمج اللي هي بتعمله على كل اللي موجودين الحقيقه كويس جدا. انت عندك هنا في اللعبه دي عموما اي شخصيه بتعمل اي او اي دامج انت بالنسبه لك الشخصيه دي حلوه، لان هما بيبقوا متفرقين، انت صعب اصلا انت تجمعهم كلهم في حته واحده، فاي حد بيعمل اي او اي دامج هيبقى من الشخصيات اللي فعلا انت محتاج ان انت تبقى معاه. وده الفريندز اون ذا ستريت ده عباره عن حاجه اسمها الهايلايت ده حاجه زي اللايت كونز كده في هونكاي ستار ريل دي، يعني اعتبره زي السلاح، يعني دي حاجه كده زي السلاح بتاع كل شخصيه. الهايلايت ده مثلا بيعمل ايه؟ اللي هو الفريندز اون ذا ستريت ده بيقول لك لما تحط على الهايلايت ده على اي حد بيزود الاتاك بتاعه بنسبه 16% وبيعمل 6% دامج زياده على اي واحد واخد ديباف. وهي ستورم اصلا كمان بتعمل ديباف. حتى زي ما انا قلت، حتى لو ما جالكش شخصيات في الباث اوف ليجندز عندك الرايلينج او الرايلينج كراي ده مجموعه من الشخصيات هتجيلك طول ما انت بتلعب اللعبه. يعني انت مثلا عندك ايكو دي انت بمجرد ما انت تعمل الديلي ميشنز بتاعتك هتلاقي ان هي في حاجه هنا بتديك الشخصيه، بس هي عليها تايمر دلوقتي فيعني مش تديها لنا دلوقتي. طبعا اهي مون جيرل اند ديفل داينو هتجيلنا تاني يوم احنا هنخش فيه. ستورم هتجيلنا في ال7 داي ميشنز. دوبل جانجر اوريدي جالنا في اللي هو الستوري ميشنز، وبرده ليدي بول زاي دي برده جات لنا في الستوري ميشنز. مون نايت هيجي لنا بعد لما نخلص شابتر 2. بلاك نايت هيجي لنا بعد لما نخلص شابتر 3. وارمور هيجي لنا بعد شابتر 4. فانت عندك يعني اوريدي اللعبه مدياك كميه شخصيات كتير جدا ان انت تبدا بيها الجيم، فما اعتقدش ان احنا يعني هنتقدر في حته الشخصيات دي قوي. طيب خلينا نقول كده في السريع، لو ما جالناش دكتور سترينج ايه تاني حد بعديه على طول؟ تاني حد بعديه على طول ايما فروست. يعني انت عندك في البرايورتي كده بتاعت الشخصيات عندك دكتور سترينج، ايما فروست، سبايدر مان. يعني دول احسن 3 شخصيات يعني بالترتيب كده اللي هو ايه. بس انا اقول يعني مثلا ايما فروست يعتبر قريبه شويه من سبايدر مان، يعني سبايدر مان اتاكر، ايما فروست كنترولر، بس يعني الى حد ما الفايده بتاعتهم قريبه جدا من بعض. بعديه على طول سكارلت ويتش. يعني ده الترتيب ودي الشخصيات اللي انت المفروض تحاول انت تجيبها. طبعا ده لو ما جبتش دكتور سترينج، بس حتى لو ما جبتش اي شخصيه من الشخصيات دي بمجرد انت اصلا بتسحب في الاخر تقدر ان انت تختار اي شخصيه انت عايزها. عندك هنا من الشخصيات اللي احنا ممكن نختارها هم ال3 دول، وفي الغالب يعني نختار دكتور سترينج. لو ما جالناش، لو جالك دكتور سترينج هتختار بقى ايه؟ ايما فروست. لو انت من يعني من الجامدين جدا اللي جابوا شخصيه من الشخصيات دي هتختار بقى اللايت كون بتاعه، الهايلايت بتاع كل شخصيه. مثلا لو انت جبت ده مثلا لدكتور سترينج هيعلي الاتش بي بتاعه وهيعلي كمان الاتاك دامج بتاعه. وبس كده اكتب لي تحت في الكومنت هل طلع لك شخصيه من الشخصيات دي، عشان انا يعني حرفيا يعني شفت دكتور سترينج لعبت بيه قبل كده في اللي هي السي بي تي او اللي هو الكلوز بيتا، وفعلا عجبني جدا. لو طلع لك دكتور سترينج اكتب لي تحت في الكومنت. كان معاكم علاوي وشكرا ليكم.